السلام عليكم، اهلا بكم معانا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اخطر طفيل بيصيب الحمام. اسمه طفيل الدم. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، اللي هو طفيل الدم او المعروف بملاريا الطيور والحمام. وهو طفيل خطير بيصيب الحمام والفراخ او الدجاج والرومي، ومنتشر في العديد من دول العالم، خاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وثبت اخيرا ان هناك انتشار كبير في محافظة قنا بمصر خلال دراسة علمية وعملية نشرتها كلية العلوم بجامعة قنا في عام 2016 من باب الحفاظ على البيئة والحفاظ على الطيور، لان طبعا الدجاج والحمام والرومي تعتبر من اللحوم الرئيسية في التغذية. طفيل الدم ده بيفتك بالطيور. هنتكلم عن طرق الإصابة وأعراضه والعلاج. طيب بالنسبة لطرق الإصابة، بينقل العدوى أحد الطفيلات الخارجية المصة للدم زي الناموس والذباب الحمام، يعني خاصة ذباب الحمام، وبينتقل لدم الطيور ومنه للأعضاء الداخلية زي الرئتين والطحال والكبد والكلى. وفي خلال أسبوع بيصبح الطائر ده مصدر مجدد للعدوى، بينشط وبيتكاثر الطفيل في الدم. ويبدأ إن لو حصل إن في حشرات انتقلت من الطائر ده لطيور تانية أو لزغاليل، تبدأ تنقل الإصابة من الطائر ده للطيور السليمة. برضو كذلك عن طريق الحقن، لأن أي حاجة تخالط الدم طبعا، ومع زيادة شدة المرض على الطيور المصابة بتنفق الطيور في الآخر. طب إيه أعراضه؟ في نوعين من الأعراض: أعراض الخارجية أو الظاهرية، والأعراض الداخلية أو التشريحية. أعراضه الخارجية أو الظاهرية: الأنيميا والضعف العام على الطائر وبعض أعراض العرج. طيب أعراضه الداخلية أو التشريحية: بنلاقي فيه تضخم في الرئتين والطحال والكبد والكلى، وفي تليفات بيهم وأنسجتهم وتلفهم، وبيبقى فيه تآكل في الأوعية الدموية. وبالنسبة للعضلات أو اللحم الطائر بيبقى لونه فاتح، بيتحول لونه للون الفاتح. تمام. طيب العلاج إيه؟ أول حاجة خالص في العلاج التخلص من الطفيلات الخارجية ديت، اللي هي ذباب الحمام أو أي حشرات بتصيب الحمام، زي ما احنا عاملين هنا فيديو في القناة شارحين فيه طريقة التخلص الآمن من الحشرات اللي بتصيب الحمام أو الطفيلات الخارجية اللي بتصيب الحمام. طيب حصلت الإصابة خلاص ومحتاجين علاج. معظم الأدوية الخاصة بالملاريا زي الكلوروكاين والكويناكارين والبرمسامين. في نهاية الفيديو ده أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو إن شاء الله، وما توقفش معلومة عندك، ونشارك الفيديو ده فالدل على الخير كفاعله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم السلامة، ونعدكم بإذن الله على قناة الشرور الحمام على اليوتيوب بكل ما هو جديد بإذن الله وحصري، ونتفاعل مباشر معكم على القناة إن شاء الله. دمتم في حفظ الله رعايته، ونلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.